هلا وشنوكم شخباركم. اليوم راح اسوي مطبق دجاج. انا ترمت البصل هسه اخلي عليه دهن حيواني، تقدرون تخلون على زيت نباتي هم ايضا ما يفرق. الدهن مالتي هذا دهن البقر الطبيعي، سمن البقر الطبيعي، هو طيب هذا النوعية. احمص البصل ويا السمنة ويا الدهن مالتي. بسم الله الرحمن الرحيم. هسه من البصل مالتنا اخذ لون، اضيف المطيبات مالتي. هو عبارة عن هيل، قرفة، دارسين، ورق غار، فلفل اسود وكمون. بسم الله. واحمصه على ما يطلع ريحة التوابل. وايضا اضيف عليه كركم شوية، رشة خفيفة، واضيف عليه ايضا كزبرة. هذا راح يعطينا طعم ونكهة كلش طيبة للدجاج مالتنا. بسم الله. واخلطه التوابل كلها، حمصة. هذا الاكل هواية طيبة وسريع يتحضر. وهسه من حمصت الدجاج التوابل مالتي المطيبات، هسه راح اضيف عليه الدجاج مالتي. بسم الله. واحمصه. يمنا الجو مطر، هذاك الاسبوع الجو كان هواية حارة، والحمد لله مطرت شوية على مود الاشجار شوية يعني خطية، صار هواية جفاف. نحمص زين. هسه راح اضيف عليه ماجي مال الدجاج. بسم الله. محمصه مثل ما تشوفون الدجاج اخذ شويه لون. من صار هيجي راح ادير عليه التمن مالتي او الرز اللي نقعته وغاسلته زين، هضيفه عليه. بسم الله. واخبطه مع الدجاج. وراح ادير عليه ماي. وهسه راح ادير عليه ماي. بسم الله الرحمن الرحيم. اغمر التمن مالتي كله بالماي، بس ما اخلي له هوايه ماي، مثل ما تشوفون هالقد يكفيه والا يعجن التمن مالتي. واخلطه كله سوا واقبضه على نار هذا يجي في الشي 20 دقيقة والاكل مالتي جاهزة. المطبق الدجاج مالتي خلصت، اني قلبتها على الصينية وزينتها باللوز وبصل المحمر والزبيب او الكشمش. شوفي شلون طلعت. انتوا قولوا لي انتوا شلون تطبخون المطبق الدجاج مالتكم. اني هذا طريقتي، ان شاء الله عجبكم. اذا عجبكم اشتركوا في قناتي واعملوا لي لايك، وشكرا لكم.